هل العدم موجود؟ هل اكتفيت أو امتنعت عن السرقة؟ هذه أسئلة، أو بلغة فلسفية مشاكل فلسفية. مثلا نفترض أنك تحدثت مع شخص وقلت له: هل أصبحت الآن ممتنعا عن السرقة وهو لم يسرق في حياته؟ فهل يمكن أن نقول بأن هذا المشكل أو هذا السؤال هو ينم ويعبر عن مشكل حقيقي أم لا؟ طبعا الإجابة البديهية هي لا، لأن هذا الشخص الذي قلت له هل امتنعت عن السرقة هو أصلا لم يكن سارقا، فكيف يمكن إذن أن نقول بأننا إزاء مشكل حقيقي أو سؤال ينم عن مشكل حقيقي؟ أو حينما نقول هل العدم موجود، يعني وكأننا هنا في تناقض. فالعدم هو أصلا par définition et par nature، بالتعريف وبالطبع هو شيء غير موجود، فكأننا نناقض أنفسنا باللغة. إذن من خلال هذين المثالين نتبين أنه توجد مشاكل قد تبدو في الظاهر مشاكل حقيقية، قد تبدو في الظاهر أسئلة تستحق التفكير، ولكن في الحقيقة هي ليست كذلك. حينما نحللها نفككها، حينما نأخذ مسافة تجاهها نتبين أنها ليست مشاكل حقيقية. إذن من خلال هذين المثالين سنتبين أنه في حياتنا اليومية توجد الكثير من المشاكل الزائفة التي قد تظهر أنها مشاكل حقيقية، ولكن في الحقيقة هي مشاكل زائفة. إذن نحن إزاء الحديث عن مغالطة تسمى المشكل الزائف pseudo problem. هذا المشكل الزائف هو مشكل يبدو مشكلا ولكنه في الحقيقة ليس مشكلا. لماذا هو ليس مشكلا؟ فلنفترض من خلال المثالين تقول لشخص لم يسرق في حياتي أبدا، هل امتنعت عن السرقة؟ هنا تضع الشخص أمام سؤال ستكون الإجابة عنه هي خاطئة. حينما يقول لك نعم اكتفيت عن السرقة، إذن هو كان سارقا. إذن المشكل الزائف هو مشكل فيه خلل. لماذا فيه خلل؟ لأن إما أن هذا المشكل هو سيء الطرح، نطرحه بطريقة سيئة، يعني هو في الحقيقة مشكل، هو في الحقيقة يعبر عن إشكال، ولكن صياغتنا له صياغة سيئة. حينما نقول كيف يمكن أن نكون أحرارا حرية مطلقة، كيف يمكن أن نبني جمهورية عادلة مطلقا، كيف يمكن أن نؤسس نظاما ديمقراطيا يعبر بصورة مطلقة عن إرادة الشعب، كيف يمكن أن نلغي تماما التفاوتات بين البشر. كل هذه الأسئلة هي أسئلة زائفة، هي مشاكل زائفة. لماذا؟ لأنها سيئة الطرح. نعم نحن نريد أن نطرح مشكل المساواة ومشكل العدالة ومشكل الديمقراطية ومشكل السياسة العادلة ومشكل المدينة الفاضلة، ولكن ليست بهذه الطريقة. لأننا حينما نقول كيف يمكن تأسيس لمدينة فاضلة ولجمهورية فاضلة بصورة مطلقة، فنحن سنفكر وسنحاول التفكير في شيء غير ممكن التحقيق مطلقا. إذن المشاكل الزائفة يمكن أن تكون مشاكل سيئة الطرح، كما يمكن أن تكون مشاكل لا تعبر أصلا عن شيء موجود، كأن نطرح سؤالا حول شيء أصلا غير موجود، أو شيء يعني يعسر جدا أن يكون موجودا، فنجعل المتقبل يفكر في شيء غير موجود. أيضا المشاكل قد تكون مثلا، سأتناول فيلسوفين، وخاصة فيلسوف معاصر كبير جدا لكنه ليس مشهورا كثيرا، وإن أردتم أن أخصص له لقاء خاصا فاذكروا ذلك في التعليقات، وسأخصص له لقاء خاصا. هو فيتجنشتاين، فيلسوف كبير جدا ولكنه ليس مشهورا. فيتجنشتاين في كتابه تراكتاتوس يقول:
طبعًا هو تيار كامل للفلسفة التحليلية فيتجنشتاين وغيره، لكن أشهرهم طبعًا هو فيتجنشتاين. فيتجنشتاين يقول بأن في هذا الكتاب الجميل والصعب والممتع، ولكن طبعًا لا أوافق على كل ما جاء فيه طبعًا، ولكن في هذا الكتاب الممتع يقول في آخر قضايا هذا الكتاب: "ما لا يمكن قوله يجب السكوت عنه." يعني أي قضية لا يمكن صياغتها صياغة لغوية واضحة لا يجب أن نفكر فيها ولا يجب أن نتكلم فيها. إذن حدود المعنى من حدود اللغة. فيتجنشتاين وغيره من فلاسفة المنزع التحليلي يحللون اللغة. تحليلهم للفلسفة هو تحليل للغة لكي ينظروا فيما إذا كانت القضية المطروحة، الجملة المطروحة، هي فعلا تعكس واقعا حقيقيا أم لا. حينما نقول العالم في ذاته أو النفس أو بعض المفاهيم الميتافيزيقية الأخرى، لا علينا في ذكر الأمثلة لأنه ليس مجال هنا، فهؤلاء الفلاسفة يقولون أنت كفيلسوف تطرح مشاكل زائفة لأنك تطرح مفاهيم لا وجود لها في الواقع. لكن أنا أريد أن أرد على فيتجنشتاين بفيلسوف سبقه وهو أعظم الفلاسفة على الإطلاق، وهو إيمانويل كانت. إيمانويل كانت يقول أن القضايا الميتافيزيقية وهي ثلاثة كبرى: قضية الله، قضية النفس، قضية العالم بمجمله. هذه القضايا الميتافيزيقية الكبرى فعلا نحن لا يمكن أن نجيب عنها إجابة فلسفية دامغة ودقيقة وبرهانية، ولا يمكن أن نجيب عنها إجابة علمية برهانية، ولكن يمكن أن نفكر فيها. إذن كانت يقول أن القضايا الميتافيزيقية ليست قضايا بلا معنى، بل هي قضايا ذات معنى، ولكن هي قضايا للتفكير وليست للإجابة العلمية أو الفلسفية الدقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان كائن ميتافيزيقي. الإنسان بطبعه يميل إلى هذه الإشكاليات: إشكالية الله، إشكالية النفس، إشكالية العالم، كيف خلق ولماذا وغير ذلك من هذه القضايا. إذن نختم فنقول: هناك في حياتنا اليومية مشاكل زائفة. يعني ليس كل سؤال يطرح علينا أو ليست كل مشكلة تصاغ وتطرح هي مشكلة حقيقية أو ليس هو سؤالا حقيقيا. إذن يجب التمييز بين المشكل الحقيقي والمشكل الزائف، ولكن في تمييزنا هذا ليس بالضرورة أن نقول بأننا إزاء مشكل زائف كما رأينا في بين فيتجنشتاين وكانت. وشكرا على المتابعة.